وده اسمه احتيال واسمه زنا، ولا يصلح ابدا، وما بني على باطل فهو باطل. انا واحده شريفه، الناس بتلومني اني اتجوزت 4 مرات، طب ما في فنانين تانيين اتجوزوا 13 مره ومحدش اتكلم عليهم، وانا مش محتاجه راجل يصرف عليا، ومفيش راجل يتجوز عليا. من الفن وصداقه يسرا والهام شاهين للبرامج الدينيه ثم المشاكل الاجتماعية. بحب التمثيل وبعتز بأعمالي زي أبو حنيفة النعمان والإمام عبد الحليم محمود ومسلسل الإمام الشافعي. ميار الببلاوي واسمها الحقيقي منال محمد توفيق. بعد ما تصدرت الفنانة ميار الببلاوي محركات البحث في جوجل وبقت ترند السوشيال ميديا بسبب لايف هجمت فيه على الشيخ الأزهري محمد أبو بكر. بيصرخوا امامي بيصرخوا يقولوا ايه اللي انت بتقول عليكي دوت، بسبب انه علق على تصريحاتها في لقائها مع بسمة وهبة في برنامج العرافة، او ركبها المرجحة زي ما بتقول، وعلق عن طلاقها من جوزها 11 مرة. احنا عندنا ديننا واضح وصريح، ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق 3 مرات يا ست ميار مش 11 مرة. ميار الببلاوي قالت وانا خارجة من الاستوديو شفت الشيخ محمد ابو بكر وهو خارج من قناة النهار، فسلمت عليه عشان بحبه قوي، بس لقيته بيقول لي انت بتتكلمي معايا كويس ليه؟ عشان امبارح طلعتك المرجحة؟ ما كنتش فاهمة قصده، لحد ما راح قال لي انا اتكلمت عن حلقتك مع بسمة وهبة. قلت له ده شرف ليا يا مولانا، بس الحوار بينا كان كله مونتاج. قال لي انا ماليش دعوه بقى. ميار قالت الناس بتقول اني واخده من بسمة وهبة فلوس، وربنا يعلم اني رايحه هديه مني ليها عشان هي صاحبتي، عيب ان انا اخد من زمايلي فلوس. والانتاج قال لي انهم هيدفعوا فلوس بسيطه جدا اديتهم لللبيسه بتاعتي. انا اتصدمت من بسمة ومن طريقتها. لما رحت اصور حلقتي ما كنتش اتفرجت على البرنامج، انا صورت قبل عرض الموسم ده ب 15 يوم، ولما شفت حلقات الضيوف قلت الحمد لله انا احسن من غيري. انا ما اعرفش الحلقه طالعه ازاي، انا كنت مصدومه وهي كانت بتسال وتجاوب، انا كنت قاعده مصدومه والموضوع كله ما كانش حلو. ولما اتكلمت معايا عن موضوع المحلل رحت ورديت عليها وقلت لها انا مش بتاعه محللات. ولما سالتني وقالت لي انتي اتطلقتي 11 مره، قلت لها انا ما اتطلقتش 11 مره، هو كان بيطلق طلاق معلق. انا اعرف جوزي من 35 سنه، وكان ما بين كل رجوع ورجوع 10 سنين او 4 سنين، واخر مره رجعنا بعد 12 سنه، بس خلال فتره انفصالنا اتجوزت وخلفت واتطلقت كذا مره. الناس كلها بتهاجمني وتلومني اني اتجوزت 4 مرات، في فنانين تانيين طلعوا وقالوا انهم اتجوزوا 13 مره، هو انا لازم اكمل مع واحد كان طمعان فيا عشان كلام الناس؟ وكل واحد اتجوزه يقولي انه انفصل عن مراته، وبعد الجواز يقولي انه رجع لمراته اول ما اتجوزنا، ويحطني قدام الامر الواقع. انا مش عايزه ابقى زوجه تانية. وواحد منهم كان مخبي عليا انه اصغر مني ب10 سنين، واكتشفت لما كنا عند المأذون، وما عرفتش اقول لناس لا. بعد كده ما قدرتش اعيش مع واحد اصغر مني. ما حدش يقدر يلومني في جوازي او طلاقي. عيب لما يبقى شيخ كبير ويقولي انت بتقضي مع راجل يومين. انا ست معايا دكتوراه في الخطاب الديني واعلاميه بقالي 22 سنه. ميار قبل ما تكون اعلاميه كانت ممثلة، واتخرجت من كلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، وبدأت مسيرتها الفنية موديل إعلانات، وبعدين اتنقلت للسينما والتلفزيون، واشتغلت كمان في مسرح التلفزيون والمسلسلات كانت سبب كبير في انتشار ميار، وعملت مسلسلات كتير زي مجرى العيون وليل العنكبوت. بعدها قررت تعتزل وتلبس الحجاب وتبعد عن الساحة الفنية، وبعد فترة فاجأتنا ورجعت لكن بشكل مختلف وبحجاب شبابي في برامج المسابقات الدينية، ومنها لأعمال تلفزيونية كتير. بعدها رجعت للدراما والمسلسلات، وعملت مسلسل أبو حنيفة النعمان والإمام عبد الحليم محمود والإمام الشافعي. شاركونا آرائكم في التعليقات عن الموقف اللي حصل بين الشيخ أبو بكر عن ميار الببلاوي، وما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب.